ايه بقى الموضوع اللي انت جبني من السفر عشانه بقى؟ اختك ندى واحد زميلها في المعهد كلمني وعايز يتقدم لها. وبعدين هو ده الموضوع اللي انت منزلني من السفر عشانه؟ ايوه يا ابني. طب هو مين ده اصلا؟ هو دلوقتي على وصول. على الله يكون ابن حلال لما نشوفه. الظاهر هو اللي جاي ده. بابا محمد جه. ومستقبله. اتفضل. ازيك يا عم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني. ازيك يا عم؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا حبيبي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا لطيف. ممكن تعرفني نفسك؟ بص يا عمي، انا اسمي محمد، زميل ندى بنت حضرتك في المعهد. والحقيقه انا جيت لحضرتك النهارده عشان اتشرف بحضرتك واطلب ايد الاستاذه ندى بنتك. تشرفت بيك يا ابني. الشرف لينا يا عم. طب وانت بقى شغال ايه؟ ولا اهلك فين؟ ما جوش معاك ليه؟ بص يا هندسه، انا زميل ندى في المعهد، وبعد المعهد بطلع اشتغل على دراع عشان اكون نفسي. والمره الجايه باذن الله هجيب اهلي معايا عشان الموضوع ده بشكل رسمي. امال لما انت هتجيب اهلك المره الجايه ما عرفتناش مين اللي معاك. ده احمد صاحبي وبعتبره زي اخويا بالظبط. تشرفنا بيك يا استاذ احمد. بص يا عمي، شوف ايه طلبات حضرتك واحنا سدادين في اي حاجه. وانا بتكلم بالنيابه عن محمد لان ده صاحبي وصديق عمري، وان شاء الله المره الجايه زي ما هو قال لك هيجيب اهله معاه ويبقى الموضوع بشكل رسمي. بص يا محمد يا ابني، احنا مش هنيجي عليك في كتير عشان بنتنا غاليه علينا. شبكه نص مليون جنيه وعماره في محرم بيه وعربيه شيفروليه. نص مليون جنيه يا عم؟ انت تعرف ظروفنا ولا اللي احنا عايشين فيه عشان تقول لي نص مليون جنيه؟ انا لو اشتغلت 50 سنه مش هجمعهم. انا بقول لك شغال على دراع عشان اعرف ارضي بنتك. احنا جيل كلنا تعبان وتقعدوا تقولوا جيل فاشل جيل فاشل جيل فاشل. احنا بندرس وبطلع اشتغل بدل الشغله واحده واثنين وثلاثه وجاي تقول لي نص مليون جنيه وعربيه وفيلا. انا كنت جاي عشان اشتري بنتك عشان اسعدها، جاي تقول لي نص مليون جنيه؟ يا عمي محمد شاري بنتك بالحلال، بس كل الموضوع ان الدنيا جت عليه ومفيش اي ظروف تتعدل. احنا شباب كل يوم بنجري عشان نجيب الجنيه بالحلال ودخلنا البيت من بابه، بس انت كده خسرتنا بكلامك. فين الشباب اللي زي دي اللي يكون معاه نص مليون جنيه؟ احنا كل يوم بنشقى ونتعب عشان خاطر نجيب الجنيه بالحلال. انا كنت شاري بنتك بس انت باين انت مش شارينا. مهما تلف يا عم مش هتلاقي زي الراجل ده. بص يا ابني، دي طلبات قادر عليها اهلا وسهلا بيك، مش قادر عليها يبقى كل شيء اسمه نصيب. بص يا باشا، زي ما قالك الحاج بالظبط، احنا الحمد لله عايشين وزي الفل بنعرف نعمل فلوس. انت ليه مش عارف تعمل فلوس؟ كل الشباب اللي من دول مش عارفين يعملوا فلوس. دي قصتكم انتوا، مالناش دعوه احنا بقى. مش عارفين نعمل فلوس؟ اقول لك ليه انتوا عملتوا فلوس واحنا ليه ما عملناش فلوس؟ عشان انت جيت الدنيا لقيت ابوك عامل لك الفلوس وكان في زمن غير زماننا. احنا عشان نجيب الجنيه بنشتغل يوميه ب 100 و200 جنيه طول اليوم 12 ساعه. تسالونا في فلوس؟ نحمد ربنا ان احنا بنعرف نجيب اللقمه اللي بناكلها والهدمه اللي بنلبسها. بتسالونا في ايه تاني؟ عايزين انتوا مننا ايه؟ جايين ناخد بناتكم في الحلال تيجوا تقولوا لنا عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. بصوا لعيشتنا، سيبكم من المكاتب والفلوس والحاجات اللي انتوا عايشين فيها دي وانزلوا عيشوا حياتنا. مش هتعرفوا تعيشوها ولا يوم. انا عايزك تسيبوا المكاتب اللي انتوا قاعدين فيها دي وتنزلوا تعيشوا عيشتنا، تشوفوا اللي احنا شايفينه. مش هتعرفوا تكملوا فيها يوم واحد اقول لك ولا ساعه. واحب اقول لك انا كنت شاري بنتك ما تلزمنيش، واكيد الاقي احسن منها واحسن منك انت كمان. كفايه كده. يلا يا محمد يلا. تيجي النهاية عكس اللي تمنيناه بعد ما تظبط حياتك على حد تكون معاه. تيجي الدنيا بثواني تاخده بعيد عن ايدينا، ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا. وما ارتحناش ولا الناس اللي بعده ارتاحوا بعدينا.
ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا. ارحموا الشباب، ارحموا الشباب، حسوا بيهم. هو مش شغال شغلانه بالمليون وبالاتنين علشان يجي يحقق لحضرتك امل. انت بابايا وعلى دماغي، بس حرام اللي انت بتطلبه مني. شقة ايه اللي يجيبها لي وعربية ونص مليون جنيه؟ ليه؟ هيجيب لك منين نص مليون جنيه؟ تعالى اتفرج على الدهب النهارده عاد بكام، وتعالى اتفرج على العفش النهارده عاد بكام. زي ما انت هتجيب هو هيجيب. الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ولو جاب لي دبله انا راضيه بيها. قدر ان واحد جاب لي كل الدنيا دي حطها تحت رجلي، وجي بعد ما خدني واتجوزني طلع عيني. هتستفاد انت ايه؟ ارحموا ارحموا، خلوا في رحمه كده، خلوا في رحمه وخلوا في انسانيه وحسوا بالشباب. ما هو لو دفع فيكي غالي هتفضلي طول عمرك غالية عنده. يا بابا عمر الغلو ما كان غلو الفلوس. الغلو غلو النفس وغلو الكرامه. عمرها ما كانت بالفلوس. الفلوس احنا اللي بنجيبها مش هي اللي بتجيبنا. أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس. لو كان البعد راجل كنت قتلته خلاص. لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا. بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عينينا وما ارتحناش، ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا، ولا حبايب